السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير وانتم في هذا الفيديو. مرحبا بالمشتركين اللي دخلوا معنا جدد ونقول لهم مرحبا بكم المره الثانيه. اليوم ان شاء الله رايحين نديروا خبيزات محشيين ولا فطائر محشيين يجوا خفاف، بمقادير بسيطه. وشوفوا معايا المقادير نكتشفوهم في هذا الفيديو. هنا عندي زوج بواطات تاع ياغورت ناتشور، تقدروا تستعملوا ياغورت ناتشور ولا تقدروا تستعملوا اللبن، دفوه شوية وديروه. أنا درت العلبة الأولى وزدت العلبة الثانية، نزيد معها كاس تاع حليب يكون سخون، ما يكونش دافي، لازم يكون سخون. هنايا بعد ما زدت الحليب تاع سخون نديرو مغرف تاع السكر. هنا ما كانش عندي لا سكر السكر بودر، درت واحد الخمس حبات تاع السكر. نديرو مغرف وشوية ولا مغرف معمرة تاع خميرة الخبز، ونخلطو كامل المكونات مع بعض. هنا ما كاش ما اسهل، نديرو زوج حبات تاع بيض، تقدروا تستعملوا آه حبة تاع بيض ومعها البياض، ولا تستعملوا زوج حبات. انا استعملت زوج حبات خاطر كان عندي الصفار. هكذايا. هنا نولو للزيت، نزيد 4 كاس تاع الزيت. تقدروا تستعملوا زيت زيتون ولا الزيت النباتي، ولا تقدروا تعبروا بالبو تاع الياغورت، هذاك ما تعمروش حتى وين يفيض. نزيدوه نخلطو كامل المكونات هذوك هنا، ونبداو نلمو بالفارينة. هنا الفارينة نلمو العجينة تاعنا بصح نخلوها تلاصق، ما نلموهاش حتى وين تجي ناشفة معانا. هنا نزيدو الفارينة بشوية بشوية ونلمو الخليط تاعنا كيما راه واضح في الفيديو. هنا درت شوية تاع الفارينة، دوك نزيد الملح باش ما ننساوهش. هاكا ندير شوية تاع الملح. وهنايا استعملت واحد التابل يقولوا الخليط تاع الفرomاج، هو مخصص للسلطة. أنا دخلته هنا في لاباط ويعطينا بنة ويعطينا واحد القوش باب. ندير الملح مع هذاك التابل ونبدأ ندخلهم في هذيك العجينة، ونبدأ نزيد في الفارينة بشوية بشوية حتى تتلم معايا. هنا نروحو معاها في الفارينة غير بالعقل، ونلمو العجينة تاعنا. هنا كي نلمو العجينة تاعنا في الأخير تكون ماشي شادة روحها بزاف، تكون شوية جارية. وشنو أعطولها الوقت تاعها تاع الخميرة باش تنجحو في الوصفة. كيما راكم تشوفو نلم في لاباط تاعي غير بالعقل. والحشو تاع هاد الفطائر ولا هاد الخبيزات، الحشو ديرو اللي حبيتو، تقدروا ديروا السرق، تقدروا ديروا لا فيون داشي، الدان داشي، الطون، الشي اللي كان عندكم ولا الشي اللي يساعدكم. هنا نلمو لاباط تاعنا غير بالعقل، ندخلو هذيك الفارينة مليح في هذيك لاباط حتى وين نشوفوها شدت معانا. نزيد هنا كانت خصتها شوية، نزيد لها شوية وندخلو. هنا ما نعجنوش، ندخلو غير الفارينة في لاباط هذيك كيما راه واضح في الفيديو. هكذايا نلم قاع الأطراف هذوك. هنا نورمالمون كانت مازالت لي خصتها غير شوية تاع فارينة. هنا بعد ما زدت لها واحد المغرف تاع فارينة تبقى دايما تتلاصق، نعاود يديا بشوية تاع الزيت ونلمها كامل على جهة ونخليها تخمر. أنا بدلت لها الريسيبيون في الأول، خليتها في هذا الريسيبيون، ومن بعد ما ساعدنيش عاود بدلت لها الريسيبيون باش خمرت لي. أنا دابيتشيت نستعمل هذاك الريسيبيون تاع السجاج تاعي. هنا في جهة واحدة أخرى جبت حبة تاع بصل قطعتها بالموس، كروات صغار، زيت حبة تاع فلفل ثاني حمراء قطعتها ثاني بتيدي صغيرة. وهنا الحشو استعملت فيه أنا الدنداشي، ثم تستعملوا كما قلت لكم الشيء اللي كان عندكم. قطع كامل هذاك الفلفل تاعي، ووجد المقلة تاعي.
هنا استعملت أنا هذا الفرماج اللي بالقو تاع الكوريير، بالقو تاع الكوريير يجي شباب. وانتوما استعملوا الفرماج اللي حبيتو. هنا في مقلاة درت شوية تاع الزيت الزيتون درتها تسخن، ونقلي مليح هذاك تاع البصل اللي عندي. هنا نخليو هذاك البصل حتى وين يذبال. بعد ما يذبال لي نزيد معاه هذيك الحبة تاع الفلفل اللي كانت عندي، نزيد ثاني نديرها معاه تتقلى هكذايا. هنا تقدروا تستعملوا فلفل احمر فلفل اخضر وشي اللي كان عندكم. انا ندير شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل. هنا الملح ما نكثروش خاطر راح نديروا الفرماج باش ما تجيناش لاباري تاعنا مالح. هكا ونعطيهم تقليبات حتى يذوب معايا هذاك الخليط ونشوفوه تقلى منيح. هنا بعد ما تقلى نزيد هذاك الدنداشي اللي كان عندي ونقليه مليح مليح. انا ما نخليوش حتى 100% حتى وين يطيب باش ما ينشفنش مع لداخل الفور. في الاخر هنايا كي تقلى زدت 2 مغارف تاع الفرماج ليكيد هذاك، نديرلو 2 تقليبات هكذايا غير يشم السخانة، نحيه مع على الفرن ونخلي الخليط تاعي يبرد هكذايا. نزيدلو شوية تاع المعدنوس في الاخير. هنا غير نطفيه نحيه على النار باش ما يبقاليش هذاك الخليط تاعي سخون. هنا تحبوا تزيدوا شويه تاع معدنوس، نزلوا شويه تاع معدنوس دائما في المعجنات ولا في لي زاباغي تاعي ندير معاهم المعدنوس. هنا شوفوا العجينه كيف خمت الله يبارك. هنا دائما تعاونوا يديكم بشويه تاع الزيت خاطر دائما تكون لاباط تتلاصق. شويه تاع الزيت ديكازيها هذه لاباط تاعي، ومن بعد نديرها قرصات صغار كيما تاع المسمن. هنا توجور عاونوا يديكم بشويه تاع الزيت هكذا تشوفوا لاباط كيف تجي خفيفه في يدكم. هنا بعد ما بردت لي هذيك لاباري تاعي ندير شويه تاع الزيت في البلون دو طرافاي، ونجيب البوله تاعي الاولى ونبدا نفتح فيها. نديرلها موسو تاع فرماج، نتوما استعملوا الفرماج اللي حبيتو، ونزيد شويه تاع لافاس ونلم هذوك الاطراف تاعهم هكذا صاير داير، نلمها في جهه ونكورها ونحطها. هاي الخبيزة الأولى تاعي كيف تخرج. نزيد معاكم الحبة الثانية. هنا طريقة سهلة وأي واحد يقدر يخدم بها. درت شوية تاع الفرماج، زدت لافارس هذيك تاع الدنداشي اللي خدمناها، ولم الأطراف تاعها. أنا ما كثروش الزيتة، ديرو غير بشوية باش تعاونكم برك باش ما تلصق لاباط في يدكم. هنا بعد ما كملت هادوك الخبيزات تاعي، جبت صفار تاع بيض درتلو شويه تاع قهوه ونديرلهم لا ديوغي تاعهم. ومن بعد التزيين يبقى اختياري، نتوما زينو كيما حبيتو. كمل نديرلهم كامل هذه لا ديوغي تاعهم. درتلهم انا شويه تاع لي زابو دو بروفونس، ومن بعد جبت شويه تاع فلفل مع شويه تاع معدنوس مع شويه تاع مع شويه زيتون، وزينت بهم المعجنات تاعي. هنا التزيين يكون اختياري. ندخلهم الفور اللي كنت سخنتهم قبل على اعلى درجة. انا الفور تاعي سخون درتو 220 درجة الماكسيموم، وندخلوهم يطيبوا. هنا يشد لكم الوقت واحد ما 12 دقيقة حتى 14 دقيقة الماكسيموم 15 دقيقة ويكونوا واجدين معكم. هنا بعد ما خرجتهم من الفور كيما تشوفوا الله يبارك، نديروا لهم شوية تاع زيت زيتون باش يعطيكم هذيك لابريونس من الفوق هكذا. تشوفوا الله يبارك الجو خفاف بنان ما شاء الله.
هنا نفوتهم كامل زيت الزيتون بالفوق بشوية بشوية. هنا هذه المرحلة تقدروا تستغناو عليها. أنا نحب دايما في المعجنات كي نخرجهم من الفرن ندير لهم شوية تاع زيت الزيتون. هنا بعد ما دريسينا البلاط المعجنات تاعنا كيف خرجوا الله يبارك. يجو خفاف بنان ينتكلوا ما إلا يبقاو الغدوة تسخنوهم في الشية في الميكرووند و اون ديغي ذوك طيبتوهم كيما راني قسمت معاكم حبة كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وبارطاجوا لنا الفيديو الماكسيموم، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.